يا مسلوب العمامة ظلما والرداء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال مولانا ومهتدانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله، فتؤدي إلى لسانك حقا، وإلى سمعك حقا، وإلى بصرك حقا، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقه، وإلى فرجك حقه، وتستعين بالله على ذلك. لقبول مجلسنا هذا رحمة لأمواتنا وأمواتكم، تعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، شملنا بخفي ألطافه. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد 3 مرات وبأعلى الأصوات. الإمام بعد أن بين صلوات الله وسلامه عليه حق الله الأكبر، في يوم أمس تناولنا كلام الإمام وجئنا ببعض الروايات الواردة في بيان بعض حقوق الله تعالى. ارتحل بنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى حق آخر، ألا وهو حق النفس. ومثل ما تعلمون إخواني، مر الإمام يتحدث عن النفس بالمجمل فيقول حق نفسك عليك، والإمام ناظر إلى أن النفس مقسمة إلى قسمين. النفس مقسمة إلى قسمين: جوارح وجوانح. الجوارح هي التي، هذه الباصرة، هذه العين جارحة، والفم جارحة، اللسان جارحة، السمع جارحة، اليد جارحة، الرجل جارحة، هذه كلها تسمى جوارح. الأمر الآخر يسمى جوانح. الجوانح مثلا القلب، هذا الفؤاد، القلب، المرات اكو وساوس. الجوارح ما إلها علاقة بالوسواس، منو اللي يتأذى بها؟ الجوانح، القلب، الفؤاد، هذه الأمور تتأثر بالوسواس بغيرها. ودائما أخواني الجوارح تتأثر بالجوانح، دائما الجوارح تتأثر بالجوانح. شلون يعني الجوارح تتأثر بالجوانح؟ مثلا في يوم من الأيام يدخل واحد على علمائنا أو على عالم من علمائنا، يقول له سيدنا أنا عندي سؤال، وهذا السؤال مستغرب من عنده. قال له شنو؟ قال له أولا أنتم أعماركم طويلة، يعني دائما تعمرون، يعني نشوف واحد بيكم يوصل 120، يوصل واحد 110، يوصل واحد عمره 90، تعمرون، يعني عمركم طويل مقارنة بالعوام من الناس. لا، الناس تصل إلى 60 إلى 70 يبدي أنه يوصي وصيته ويعهد عهده، أما أنتم لا، أعماركم تصل إلى من؟ إلى 100، فوق 100، جوا 100، فأنتم تعمرون. هذا واحد. اثنين، ما نشوفكم تصابون بالأمراض، يعني مثلا لا نشوف واحد بيكم مثلا بسكر،
ما نشوف واحد بيكم مثلا بيضغط، علاجات ما تاخذون هواي، روحاتكم للمستشفى هم قليلة، نادرا ما ممكن واحد من عندكم مثلا يتعرض إلى عملية أو إلى فد شيء، مثلا يجوز بعمره كله يسوي له عملية واحدة، بعكس الناس الباقية. شنو السبب هذا؟ إلى سبب لا أم ليس له سبب؟ قال إنما الجوارح تابعة للجوانح. قال له شلون يعني؟ قال له هذا الجسد يتبع الروح، إذا عالجت الروح عولج الجسد. شلون يعني؟ قال له إذا نقيت الروح من الحقد، من الغل، من الضغينة، من الغضب، من الأنا، من حب النفس، القلب إذا كان سليم فصلح بهذا القلب شنو؟ الجسد. فقال له تشوف أنه بعض العلماء أنه أعمارهم طويلة، هم أجسادهم تكون قوية، فبالتالي أنه شنو؟ أرواحهم نقية. فالجوانح سيدة ولها سيطرة على الجوارح. فاليوم عالم من العلماء، أنا تناولت هذا أتذكر في العام أو عفوا أول العام، تناولت هذا المبحث، أنه الفرزدق لما خرج الإمام الحسين قال له كيف خلفت أهل الكوفة؟ قال له يا ابن رسول الله إنما قلوبهم معك، سيوفهم شنو؟ عليك. فاليوم عالم من العلماء قال لا، ما دام سيوفهم قلوبهم معك فالمفروض شنو؟ سيوفهم شنو؟ هم معك. يعني إذا كانت الجوانح مع الإمام الحسين فالجوارح تابعة للجوانح. فبالتالي أخواني النفس مقسمة إلى جوارح وجوانح. الإمام يقول وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله فتؤدي بها حقها. يعني أنه هاي نفسك كنت تأخذها علما إلى طاعة الله. ونفس وما شنو؟ وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. زين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا شنو؟ وإما كفورا. آية أخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هاي النفس بالمجمل الإمام يتحدث عنها، لكن يا ابن رسول الله جزئ للنفس، قال النفس جوارح وجوانح. زين، بمن تبتدئ يا ابن رسول الله؟ قال أبتدئ بأول الجوارح وسيد الجوارح والحاكم على الجوارح. منو هذا؟ اللي بحيث الجوارح أخواني تستغيث من عنده. جوارح الإنسان كلها تستغيث من هذا، تقول له ترى بيك إحنا، أنت إذا أثبت إحنا نثاب، إذا عوقبت إحنا نعاقب. منو هذا؟ أول جارح اللسان. هذا اللسان اللي واقعا أخواني أغلب أهل النار منين؟ من اللسان. هذا اللسان اللي يأخذ بيد الإنسان إلى نار جهنم. ماذا يقول الإمام؟ طبعا أنا ردت أنه بليلة واحدة أجيب جميع الجوارح، قول الإمام زين العابدين أجيب بي جميع الجوارح، حق اللسان عليك، حق السمع، حق البصر، بس لكن ما قدرت صراحة، إنه شفت في ليلة واحدة فقط أقدر أستوفي، هم أغطي جزء أعظم من اللسان، وإلا كل النفس ما أقدر أغطيها. فجبت هذه الليلة عن اللسان. ماذا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا. إكرام عن من؟ عن الخنا. الخنا كلمة جامعة لجميع أنواع الموبقات. تكرم عن الخنا. الموبقات شنو؟ كذب، ما تخليه يكذب، لسان ما تخليه يكذب. عن الفحش من القول، عن السباب، عن الشتائم، عن غيرها، هذه كلها شنو؟ كنت تكرم هذا اللسان عنها. زين، إكرامه عن الخنا وتعويده على الخير. هذا اللسان شو تعوده؟ على الخير. وحمله على الأدب وإجمامه. أخواني اللسان هم مو كل شيء تسولف به، مو كل شيء تتحدث عنه،
مو كل شيء أنه تطلق له الصراح بكل مكان أنه تسولف. فديوم من الأيام اجى واحد تقدم إلى ابنة الشيخ، شيخ القبيلة، قدم لها واحد. هذه البنت مرباية على نمط عشائري، على نمط أنه كيفية الشيخ يتعامل مع يعني أبناء رعيته، أبناء قبيلته، معلمة أصول العرب، يعني لها تعاليم خاصة تختلف عن البنت الأخرى. فقالها أبوها، قالها أنا ما أكون ظالم، إنما أنا أكون يعني من أستشيرك، هذا فلان تقدم إليك، أنت موافقة أو غير موافقة؟ قالت له أنت شو تقول؟ قالها أنا أراه ليس بزوج مناسب لك. ليش يابا؟ قالها لأن ينقصه بعض التعاليم، يراد له تعاليم خاصة، أنت عندك تعاليم عشائرية، خافة يوم من الأيام تشوفين نفسك عليه أو تسيطرين عليه، فأنا اللي أريده من عندك أنه أنت تتمعنين بالتفكير. المهم اتخذت قرارها، قالت لعلي أصلح هذا الشخص، أصلحه، ممكن أصلحه، وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم. زين، هذه هم البنت خاطرت، قالت له موافقة على الزواج، ولكن بشرط واحد. شنو الشرط؟ قالت له أن لا نقم في هذا البلد، بهذا المكان ما نقعد، نشيل. هذا عرسوا وكذا، أخذوا هذا بيت الشعر وشالوا، ارتحلوا من مكان إلى مكان آخر. قالت له شوف، أعظم شيء أقول لك بيه وأوصيك بيه، أعظم شيء، وغيره بعد ما أوصيك، شو تريد أنت سولف، شو تريد أنت سوي، ولكن شغلة وحدة أوصيك بيها أن لا تسويها. شنو هي؟ قالت له إذا اثنين يتكلمون بموضوع خاص بيهم لا تتدخل بيناتهم، من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. واقعا هذا قاعدة، من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. افرض أنت كلام ناس تتحدث أو شخصين يتحدثون، أنت حتى لو تعلم بالمعلومة لا تتدخل، إلا إذا وجه إليك الخطاب، هنا النوب شنو؟ نوب تتدخل. زين، هذا هم لما استقر، شاف له مثلا منطقة جديدة استقر بيها، شيخ القبيلة مال هاي المنطقة ودى مرسال، قال لهم هذا اللي نزل تو خليه يجي للمضيف، نريد نسمع سوالفه، نريد نعرف من يا عرب هو. جابوا واجا هو، سلم وقعد علي سماء هم أنه من العرب غيرها. اكو اثنين قاعدين، واحد على يمنة الشيخ وواحد على يسرته. قالوا له شيخنا شوف هذا لا يغرك شكله. شوف الإمام أمير المؤمنين شو يقول؟ إن الإنسان مخبوء تحت طي لسانه لا طي لسانه. يقول الإنسان إذا تريد تعرفه منين؟ من لسانه. مو لا يغرك ايش لابس، لا يغرك أنه شنو لبسه وشنو شكله، لا، أهم شيء شنو؟ لسانه. إن الإنسان مخبوء تحت طي لسانه لا طي لسانه. شافوا ذولي قالوا له شيخنا هذا الشيخ اللي قبالك أو هذا الشخص اللي دخل لا يغرك شكله، ترى هذا إنسان رديء مو معدنه أصلي. قال لهم لا أنتم ما تعرفون الظاهر، ما تميزون، هذا شيخ وابن شيخ. قالوا لا إحنا عندنا نظرة خاصة. قالوا له زين إحنا راح إذا أثبتنا لك العكس شنو تنطينا؟ قال لهم إذا أثبتوا لي أنه هذا مو شيخ ولا ابن شيخ أنا أنطيكم الشهباء. الشهباء أخواني فرس عنده، أنطيكم الشهبة لكم إذا بس تثبتوا لي أنه كذا. قالوا له ما يخالف، وراح يلعبون عليها. وتر أخواني، وتر اللسان، هذا اللسان مهم. اجوا واحد قاعد على يمنته وواحد على يسرته. واحد يقول للثاني، قال له تدري المسافة ما بين الأذن والعين ايش قد؟ قال له ايش قد؟ قال له متر. الثاني ايش قال له؟ قال له شلون متر؟ المسافة ما بين العين والأذن مو متر، مترين. هذا يقول متر وهذا يقول ايش قد؟ مترين. وهذا وين قاعد؟ بالنص. هسه المفروض من عنده شو يسوي هذا؟ يسكت ما يسولف. متر، مترين، هذا يقول متر، هذا يقول مترين.
اكو مرات اخواني الانسان مهما يسيطر على نفسه يوصل مرحله يفضي عما في داخله. خلاص الاشياء اللي بداخله شنو؟ شوف هسه مثلا واحد شي يقول والله هذا العالم الفلاني كان زين، بس هسه شنو؟ هسه مو زين. هو مو كان زين وصار مو زين، هو اصلا من بدايته شنو؟ من بدايته مو زين، من اساسه مو زين، لكن بعدين شنو صار؟ كان مقيد نفسه، مستر نفسه، الى ان وصل مرحله بعد هذا الستار ما يتحمل يسيطر على الجوانح، ففضحته شنو؟ الجوارح. فهذا وصل مرحله قال لهم عمي شنو تحشون انتم؟ شنو متر مترين؟ عمي المسافه ما بين العين والاذن 4 أصابع. التفتوا للشيخ قالوا له ها شيخنا. الشيخ يقول طقطق براسه قال لقد ذهبت الشهباء. يعني شنو؟ راحت الشهبة. فش اتضح اخواني؟ الانسان مخبوء تحت طي لسانه لا لسانه عدك. هي قالت له دير بالك لسانك هذا لا تتدخل، خلك شنو؟ خلك مقياس، خلك لما يوجه اليك الحديث لا تسولف انت من كيفك. هذه هم عاده العرب، هيك تعاليم العرب مو هيك؟ زين. ماذا يقول الامام زين العابدين عليه السلام؟ واجمامه يقول لسانك اذا كان الكلام من فضه فالسكوت منين؟ من ذهب. اسمع دائما، خلك شنو؟ بس تسمع. كلامك يكون شنو؟ بقدر. الان اسالك بالله اخواني، سيدنا المرجع ادام الله ظله وادام الله بقائه، سيدنا المرجع بكل شيء جاي يسولف لو شنو؟ لو بس مواطن بحيث اذا تكلم الناس تسمع لو ما سمعه سمع. ليش؟ لان كلامه شنو؟ بقدر. زين. ماذا يقول الامام؟ وحمله على الادب واجمامه الا لموضع الحاجه والمنفعه للدين والدنيا. اكو مرات منفعه تصير، اذا منفعه لا تسكت بعد. مثلا اشوف اثنين ناقلين حكم خطا، حكم شرعي خطا، واحد يقول له حكم شرعي خطا، انا اسكت؟ ما اسكت بعد. يابا انتم صح، انا ما يصير اتدخل بيناتكم، ولكن الحكم الشرعي خطا هذا اللي جاي تنقلونه. الصلاه مو بهالكيفيه، الفعل مو بهالكيفيه، مو لا كون اتدخل. يقول الامام لمنفعه للدين والدنيا واعفاؤه عن الفضول والشنيعه. شنو هذا الفضول؟ خلينا نتحدث بها شويه. فضول الكلام شنو؟ مثلا اخواني فضول الكلام، واحد ذاك اليوم مثلا يسولف لفت ساعه وربع، اثنين صحبان، واحد يسولف للثاني ساعه وربع. اخواني يسولفون على لعبه طوبه، ساعه وربع من وقتهم، ساعه وربع من وقته، من عمره. ساعه، هذه الساعه ممكن الانسان يصل بها الى مراحل او مراتب عليا في طاعه الله. هو وين جاي ينفقها؟ فلان استلم الطوبه، وفلان ما سجل، وفلان قول، وفلان ما قول، وذاك الفريق ما تصدر، وهذا ما تصدر. هذه فواضل الكلام، ليش اسولف بيها؟ خوب لا، خلينا نتكلم بروايات اهل البيت. خوب عمرنا نفني بروايات اهل البيت، او مثلا نسولف في احاديث اهل البيت، نسولف في تاريخ اهل البيت، نسولف في بعض الامور اللي تنفعنا في دنيانا في اخرتنا، احكام شرعيه، امور دينيه. زين. اولا اخواني من الامور التي على الانسان ان يعلمها ان اكثر شيء يعذب من ضمن الجوانح هو اللسان. اكثر شيء يعذب هو اللسان. فاليوم من الايام السكوني يدخل على الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. السكوني احد رواة اهل البيت، يدخل على الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الروايه تذكر في وسائل الشيعه. يقول سمعت الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الامام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. يقول يعذب اللسان شنو؟ ماكو عذاب الجوارح تناله بقدر عذاب منه؟ عذاب اللسان. شنو سوى؟ فيقول: أي رب عذبتني بعذاب لم تعذب به أو لم تعذب به شيئا.
يقول له إلهي اللسان هم يشكي، يقول له إلهي شو عذبتني بعذاب ما معذب بي الجوارح الباقية، ليش؟ شنو السبب؟ فيقول الله تعالى فيقول الله تعالى للسان: خرجت منك كلمة، طلعت منك حكاية، خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، طلعت منك حكاية طافت المشرق والمغرب. ايش صار بهاي الحكاية؟ فسفك بها الدم الحرام. واحد، سفك بها شنو؟ الدم الحرام. بعد، وانتهك بها الفرج الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وعزتي وجلالي، يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك. مرات واحد يحكي له حكاية وحدة، شو يسوي؟ يحرق الأخضر واليابس. فد يوم من الأيام أحد الأشخاص من أصدقائنا، فد يوم من الأيام قال: شيخنا راح أهج من المدينة. شنو السبب؟ قال: شيخنا أنه أنا أبوي انقتل وأنا استلمت الدية من الجانب الشرعي للشرف العلمي والعلماء. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. ثانية: غفر الله لنا ولكم. عزيز الله يسلمك، الله خير، الله يسلمك شيخنا الأعزاء، الله يسلمك على محبة الزهراء ثالثة وبأعلى أصواتكم. فيقول هذا الشخص، يقول: شيخنا لما انقتل أبوي أنا استلمت شنو؟ استلمت الدية، بعد كدية شرعية أنا شنو؟ استلمتها. وإذا أخذت الدية أخواني، إذا أخذت الدية شو يصير؟ بعد شنو الإنسان يطلب شيء؟ ما يطلب شيء، أخذت الدية تمت بعد. فيقول: شيخنا أخذت الدية، يجون عمامي يسيرون علي، شردون؟ يقول: أول ما يجون يقولوا له: ها أنت جبان، أنت مو صاحب، مو صاحب رجولة، المفروض أنه شنو؟ المفروض أنه أنت تأخذ بثار والدك، وإلا شلون أنت ساكت؟ يابا أنا أخذت الدية. الإنسان أخواني له الخيار، إما القصاص وإما شنو؟ وإما الدية. بعد أنا لو أخذ دية لو أخذ شنو؟ القصاص. هسه إذا أخذ الدية يعني شنو؟ نازل عن القصاص بعد. يقول: يجون هنا، يلا يمتى تاخذ ثار أبوك؟ يمتى تصير رجال؟ يمتى تصير زلمة؟ يمتى كذا؟ أسألك بالله أخواني، هذا اللسان اللي نطق بهاي الكلمات، أفرض هذا هم سمع الحكي وراح بدل الواحد كتل 2 و3، سفك الدم الحرام لو لا؟ سفك الدم الحرام. انتهب المال الحرام لو لا؟ انتهب المال الحرام. هتكت الأعراض لو لا؟ هتكت الأعراض. القرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو ينقتل له واحد يروح يحرق له 10 بيوت. يصير هذا الكلام؟ ما يصير. أخواني، أغلب حالات القتل اللي صارت وأغلب الأمور الدموية التي صارت شنو سببها؟ سببها حكاية، مو لسان. هذا اللسان. فماذا يقول؟ لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك. زين. فدي يوم من الأيام تاجر من التجار، يروح للهند، يروح للصين، يقول دخل للصين، وصل إلى حاكم الصين. فهذا التاجر دخل للصين، دخل على حاكم الصين، طبعا عنده بضاعة، عرضها على الناس، عرضها على المالك، على الملك. هذا التاجر هم ايش سوى؟ بدوا انه بعض الناس تسولف بعض القصص، هو هم جاب قال له: سيادة الملك انت حاكم الصين، قال له: شنو؟ قال له: انا رأيت طيرا في غرب آسيا، قارة آسيا، يأكل النار.
قاموا الحضور يضحكون، شنو طير يأكل النار، طير يأكل النار. طبعا هذه القصة ينقلها السيد محمد باقر الفالي الله يحفظه، وموجودة مصادرها في بعض الكتب القصصية. فقال له شلون يعني طير يأكل النار؟ بدأوا الحضور يضحكون، قال له والله لقد رأيت في غرب آسيا الطير يأكل النار. المهم ظلوا يضحكون كذا. هذا التاجر تاجر معروف شانت عليه، قال شلون هذول مكذبيني، لازم أنا أكون أثبت لهم أنه شنو، أنه حقيقة. ايش سوى هذا التاجر؟ التاجر خاطب بعض اللي يعرفهم في آسيا، قال لهم تجيبوا لي طائر النعام. اخواني طائر النعام بميزة، طائر النعام بميزة أن يأكل شنو، يأكل مثل هذا. شوف الجمرة على حرارتها يقدر شنو، يقدر يلتهمها. فقال له تشتري بأي مبلغ، تشتري لي 10 من النعام وتوديها وين؟ توديها للصين. هذا هم اشتراهن وحملهن بأقفاص وحملهن على البواخر، على السفن هاي الطالعة، إلى أن وصلت يمتى وصلت للصين، من مكان إلى آخر، من مكان إلى آخر تنقل. وصلت بعد سنتين. هم إجا يريد يستلم ذن النعام، اكتشف أنه 9 من النعام ماتت، العايشة ايش قد؟ وحدة. قال هم ما يخالف، هذه وحدة تفي بالغرض. جابها، دخل على هذا ملك الصين، قال له يا فلان من الناس، قال له نعم. قال له سيادة الملك تتذكر قبل 2 من سولفت لكم على الطائر اللي يأكل النار؟ قال له اي نعم. قال له وكلكم ضحكتوا عليه؟ قال له اي نعم. قال له هذا الطائر اجى، يقول جاب له دنا عليه احماله بعض الحديد الحار او بعض الجمر، يقول فاشتعل هذا الجمر حار، يقول اجت هاي النعامة التهمت هذا شنو؟ التهمت هذا الجمر. يقول قال له الآن صدقتوني؟ قال له عم صدقناك، ولكن أريد أبرهن لك فد قضية، أريد أفيدك بيها. قال له شنو؟ قال له هسه أنت اشتريت نعام وبمبلغ مبلغ فلاني، وتحملت نقلة من غرب آسيا للصين، وإجيت هنا وخذيت من عمرك 2 تفكر، هذن كلهن ممكن تستغني عنهن بشيء واحد. قال له شنو؟ قال له من البداية السالفة كون ما تسولفها، من البداية. ليش تخلي نفسك في موضع التهمة؟ رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه. السالفة من البداية لا تسولفها، حتى شنو؟ حتى لا تكلف نفسك هذه الأموال اللي صرفتها والنقل اللي صار و2 من عمرك في سبيل تبرهن أنه والله سالفته حقيقية. خوب السالفة أصلا لا تسولف. فبالتالي أخوان اللسان شنو؟ اللسان مهم يكون الإنسان شنو؟ يصونه زين. اللسان أخواني مثل ما بينت قبل دقائق، اللسان يشرف على الجوارح. يشرف على من؟ على الجوارح. مثلا رواية عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب وسائل الشيعة جزء 8 صفحة 532، عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه. شوف هذا اللسان يوميا الصبح يشرف على من؟ على الجوارح، يحاكيهن، يعني يحاكي الإيد ويحاكي الرجل ويحاكي السمع ويحاكي البصر، يحاكيهن يسولف وياهن كل صباح فيقول كيف أصبحتم. هذا اللسان يقول للجوارح كيف أصبحتم، شلون أصبحتم، شنو وضعكم، شو يقولوا له؟ فيقولون بخير إن تركتنا، احنا بخير بس شنو، بس تركنا عوفنا، بخير إن تركتنا. ويقولون الله الله فينا، يقولوا له الله الله فينا، يعني اتق رب العالمين فينا، الله الله فينا. ويناشدونه ويقولون له إنما نثاب ونعاقب بك، أنت تحكي زين وأثبت احنا نثاب، تحكي مو زين عوقبت احنا شنو، احنا نعاقب. بتعبيرنا هسه بالعامية شنو كفينا؟ كفينا شرك، كفينا شرك.
أنت بالنسبة لك أنت تثاب إحنا نثاب، أنت تعاقب إحنا نعاقب. هو يقول لهم كيف أصبحتم؟ يقولوا له بخير إن تركتنا، يعني بس أنت عوفنا إحنا شو نصير؟ نصير بخير. يعني هذا اللسان الإنسان الأخرس اللي واقعا اللي اللسان الأخرس، هذا الإنسان الأخرس هذا في نعمة، في نعمة أنه ما يتحدث، في نعمة. زين، بعد أخواني أنه اللسان مو بس يشرف على الجوارح، اللسان يسفك به الدم الحرام والعياذ بالله. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كم من دم سفكه فم. لسان، هذا اللسان يحكي له حكاية إنه أقوام تقاتل. يوم من الأيام تنقل هذه القصة في لعله في كتاب، يعني قرأتها في كتاب القصص العجيبة للعلامة السيد السغيب. يقول جاء واحد، عفوا إبليس وأولاده مرتحلين ينتقلون من مكان إلى مكان آخر، فأولاده قالوا له: يا إبليس وين رايح أنت؟ قال لهم: أنا ذاهب إلى هذه العائلة، عائلة بيناتهم رحمة، بيناتهم ود، بيناتهم حب، بيناتهم ألفة، والناس كلها عائلة. طبعا شنو؟ عائلة أخوال وعمام بيناتهم. قال لهم: ايش راح تسوي؟ قالوا: ايش راح تسوي؟ قال لهم: ان شاء الله انا راح اجيكم اسوي فد شغله واجيكم. يقول ما دخل ابليس بسرعه ورد طلع، واحد ظل ياكل بالثاني، واحد ظل يقتل الثاني، واحد ظل يتشفى بالثاني، الى ان اشتعلت النيران، اشتعلت البيوت، كل واحد صار بمكان. يقول اولاده سالوه، قالوا له: ابليس شنو سويت؟ قال لهم: أنا والله لم أفعل شيء إلا أني حركت الوتد. أنا ما سويت شيء، بس حركت الوتد. شو حركت الوتد؟ هذا من دخل إبليس على المدينة أو على هذا العائلة الموجودة، إيش لقى؟ لقى لامرأة تحلب بالبقرة، والبقرة هم شنو؟ مربوطة بالوتد. إيش سوى هذا إبليس؟ حرك الوتد، هاجت البقرة، إيش سوت؟ يقول ضربت برجلها دلو الحليب، هذا الحليب هم راح تبدأ. هاي المرة يمها سكينة، ضربت البقرة ماتت. هسه البقرة ماتت، اجا ابو البيت: ليش ضربت البقرة؟ قالت له كذا. ضربها، راحت لأهلها، أهلها بنفس العائلة، أخوال وعمام هم قلنا. هذول هدوا على ذولا، هذول هدوا على ذولا، هذا كتل من هذا 3، هذا كتل من هذا 4، اشتعلت البيوت نار. سبت شنو اخواني؟ شو يقول لهم؟ والله ما صنعت شيئا ولكني حركت الوتد. مرات حكايه اخواني، حكايه بسيطه شو تسوي؟ تقتل ناس. زين، بعد اللسان دليل الايمان. اللسان دليل الايمان. ممكن واحد تشوفه شكله مؤمن، إنسان مؤمن، إنسان خير، لكن إذا تكلم إنه بشنو؟ ينفضح. نرجع إلى قول أمير المؤمنين: إنما الإنسان مخبوء تحت طي لسانه لا طي لسانه. ماذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: لا يستقيم إيمان عبد، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. بعد: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قلبه ما يستقيم، إيمانه ما يستقيم حتى يستقيم قلبه، والقلب لا يستقيم حتى يستقيم منه؟ لسانه. ماذا يقول النبي؟ فمن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللسان من أعراضهم فليفعل. كون يسلم اللسان منين؟ من أعراض الناس. مو والله فلانة هيك وفلان هيك وفلان هيك وفلان أولاده هيك. هذه وحدة. بعد النقطة الأخيرة بها وأختم: أنه اللسان له آفات، كون هاي الآفات يبعدها عنه. أولى الآفات شنو أخواني؟ الخوض في الباطل. اكو بعض الامور باطل، يجي شي يسوي هذا الانسان؟ يخوض بيها. القرآن شي يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وكنا نخوض مع الخائضين. دول يقول لهم: ما سلككم في سقر؟ وحده من عدن شنو؟
كنا نخوض مع الخائضين. شيء ما لي شغل به، ما لي داعي، ما لي مصلحة بي أدخل نفسي. ليش؟ كنا نخوض مع الخائضين. شفناهم يغنون غنينا وياهم، شفناهم يرقصون رقصنا وياهم، شفناهم يقتلون قتلنا وياهم، شفناهم ينهبون نهبنا وياهم. ما يصير نخوض مع الخائضين. شنو؟ ما يصير الإنسان كون ما يخوض بالباطل. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أعظم الناس خطايا يوم القيامة هم أكثرهم خوضا في الباطل. يجي يدخل فلان، اي نعم، ضربوا ابنك وانت قاعد، قوم شو اسوي؟ خذ سلاحك وتعال خلينا نقاتل. عليما ضرب ابني، عليما شنو صار؟ بدال ما شنو؟ بدال ما يصلح ذات البين شو يسوي؟ يخلي على شنو؟ على النار بنزين حتى يشعلها اكثر، خلي على النار حطب. اعلم ولدي حسن ان صلاح ذات البين افضل منين؟ من عامة الصلاة والصيام. الصلاة والصيام المستحب. تقول لي أصلي لي 1000 ركعة وأصوم لي شهر، لو أصلح الاثنين متخاربين. لا، أقول لك عوف الصلاة والصيام، أصلح الاثنين متخاربين. صلاح ذات البين أفضل، مو مثل، أفضل من عامة الصلاة والصيام. بعد أخواني، المراء والمجادلة. أنا على حق وأنا الزين وأنا الصح وأنت الخطأ، هذا هم منعوف. أكون اللسان يكون منعوفة من عند هذا. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يستكمل عبدا حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. وإن كان شنو؟ وإن كان محق. ذاك يوم اثنين بيناتهم سوالف وصياح، هذا يقول له أنا صح وهذا يقول له أنا خطأ، وهذا يقول له أنا صح وهذا خطأ. اتطورت المشكلة أخواني إلى أن صارت مشكلة حقيقية. عليما: اي ابو فلان انت صح؟ اي نعم صح خويا، في امان الله. شو اقول له؟ فدي يوم من الايام استاذنا الشيخ حيدر الشويلي الله يحفظه ان شاء الله، الشيخ حيدر الشويلي يقول: طبعا اخوان ترى هذه تعاليم اهل البيت كنا نمتثل لها. المراء والمجادله ما يجوز. فلان انا انصحه، من تصح اعوفه، وهم يكون النصح بي من، مو انه انت خطا وانت ما تفتهم وانت وانا احسن من عندك. لا مو هيك. الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما الإمامان قاما أو قعدا. هؤلاء الإمامين، ذول الإمامين، لما نجي إلى تعاليمهم، لما التقوا بهذا الرجال الشايب اللي وضوءه غلط، قالوا له وضوءك غلط، قالوا له احنا سيدا شباب أهل الجنة، قالوا له أنا الحسن وهذا أخوي الحسين نحن أولاد رسول الله. ما قالوا له هيك، قالوا له يا شيخ احنا راح نتوضأ انا واخوي، شوف من وضوء الخطأ وانت احكم بيناتنا. شنو صار؟ يقول توضأ واذا وضوءهما واحد نفس الثاني. ايش قال لهم؟ قال لهم: لا يا ولداي، مو وضوءكم الخطأ، انا وضوء الخطأ، انتم وضوءكم كل شيء ما بيه سليم. فاليوم شيخ حيدر الشويلي يقول: شفت واحد يتوضأ، عم نكون نتعلم يعني من واحد ينصحني ترى يريد مصلحتي. طبعا هذا اللي راح أسأل اللي راح يصير ويا الشيخ حيدر، لا يعني عكسه. يقول: جيت لقيته يتوضأ من ماء الشرب بالنجف عند الإمام، يتوضأ من ماء الشرب. قلت له: حجي شيخ حج فلان، ترى هذا الماء، يقول: أنا هم ما أعرف اسمه. قلت له: أبو فلان ترى هذا الماء للشرب مو للوضوء، ذاك ماء الوضوء، هذا ماء الشرب بعد مترين ماء الوضوء، اترك هذا الماء وتوضأ منه. يقول: ما قال له سمعا وطاعة، ما قال له جزاك الله خير من نصحتني. شنو قال له؟ والله الشيخ حيدر يقول هيك، يقول قال له: إذا ما عاجبك هذا هم على عنادك. بدل ما يقول له، بدل ما يقول له جزاك الله خير جزاء. هذا مراء ومجادلة لو مو مراء ومجادلة؟ مراء ومجادلة. أخي من أهدى إلي شنو؟ عيوبي. المؤمن مرآة المؤمن. زين. قال: والفحش والسب واللعن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فقال: ومن ضمن آفات اللسان الغيبة. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فشنو؟ فكرهتموه.
لكن أقول أنا إحنا قدوتنا بهذه الحياة، قدوتنا في هذه الدنيا أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه. الإمام الحسين قال له يا ابن رسول الله نبدأ نقاتل؟ قال له لا، أكره أن أبدأهم بقتال. هذه أكره أن أبدأهم بقتال ترى لها بعد. شنو البعد؟ يقول الإمام الحسين لو قلت لهم ابدأوا القتال وهم المقابل مثلا ما إلى نية بالقتال، ايش راح أتحمل؟ أتحمل كل دماء ستسفك في هذه المعركة راح تصير وين؟ من خلال لساني، من خلال كلمتي اللي قلتها. أكره أن أبدأهم بقتال، خل هم يبدأوا بالقتال، هم يقتلون، احنا نصير شنو؟ مدافعين. هم أصحاب الهجوم، احنا فقط ندافع. إذا كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. شنو صار؟ قتل الحسين. لا، مو قتل الحسين. شوف هذا اللسان اللي قال أكره أنا أبدأهم بقتال، عدو الحسين شو يقول بلسانه؟ يا خيل الله اركبي فدوسي صدر الحسين، دوسي صدر الحسين. يقول مولاتنا الحوراء زينب تنظر إلى الحسين وقد هجمت عليه الخيول. يقول الخيول ما أرادت أن تطأ صدر الحسين، كل ما توصل يم صدر الحسين ترجع، كل ما توصل يم جسد الحسين ترجع. يقول إلى أن عصبوا أعينها، فلما عصبوا أعينها وغيروا اتجاهها وطأت صدر الحسين. يقول الإمام زين العابدين إن خيول الأعداء لما وطأت جسد أبي الحسين عجنت اللحم بالشاحم ودكت العظم باللحم، وزينب تنادي يا الخيول المغيرة حتنيني، أنا يا الخيال المغيرة حتنيني، وبدال صدر خير اضرضيني، أريد أنشد الخيال المجبلين المجبلين، أنا اللي عبت على ابن أم ميادين، أنا بعد عديل عديل عديل، أنا بعد عديل لو مات الحسين. تقول عجن خيل خويا عمى شاف لمن ركضان، عجن خيل وعجنه وعظمك ولحمك، عجن خيل عجن خيل خويا بقى الحافر حديد يشيل مي. تقول ليال الطف على اختك حيل، مرات مرات رعب والروس على النسوان، خويا مرات مرات كل حافر يدوسك عشور، خويا مرات مرات الخيل هواي وضلوعك شوية يا ابن امي. يقول زينب ما استطاعت صبرا، ركضت إلى الحسين، شافت الحسين جسده مقطع والنابل في جسده كأنه القنفذ، صاحت وتقربت لي، سمعت وين وتقربت لي، خويا لقي أنا لقيت الولي متوسد ايدي، ولقيت 1900 جرح بي، أنا يا جرح ضم ايدي يا جرح خلي. يقول صوت من نحر الحسين يقولها كل جريح بعضاي عوفي، أنا بس جرح اللي بقلب عينك شغلي. تقول له يقولها وبمعصبك يا زينب
دشديه بعد يا زينب شنو صار لما وطأوا صدر الحسين؟ قالت رحت خويا على صوب القوم اريد اعتيب على العدوان، خويا باوعت على رجل الخيل قميصك بالحوافر جان، باوعت على رجل الخيل قميصك بالحوافر جان، ولك مات يا قاعد طف الك لوق، خويا ولك مات وجرح ينزف على ابن امي، ولك مات صحت على الخيل الخيل ما بسيج، ولك مات يا خيل حسين هذا على الوطي، يا خيل حسين هذا عليه الوطي. إنا لله